النهارده هنتكلم عن نجم من العيار التقيل بس ما خدش فرصته زي ما بيستحق. النهارده هنتكلم عن احمد عيد، الموهبه اللي الجمهور بيحبها والنقاد بيحترموها، لكن مش لاقي له مكان ثابت في وسط بيحب الشلل اكتر من الشغل. تعالوا نحكي حكايه احمد عيد. احمد عيد فنان بيضحكك من قلبك، بس مش لانه مجرد كوميديان، ده ممثل عنده كاريزما تلقائيه ودم خفيف مش محتاج يزق نفسه على الكاميرا، ورغم ده لسه لغايه النهارده ما خدش المساحه اللي تليق بموهبته. تفتكروا ليه؟ تعالوا نشوف. اديني حاجه لله، بقالي يومين ما دوش طعم العيش. اطمن، هو نفس الطعم ما اتغيرش. تفتكر انا برج ايه؟ برج الاطباء. انت اجازتك امتى؟ طبعا بيلحسن ريبوتلان وفنا بنتان منولاد. اسبوع كله اجازه ولا ايه؟ كفايه ان ابوك مات وسايب لك سمعه زي الجنيه الدهب. كان ساب لي الجنيه الدهب ومات بسمعته يا امه. والله العظيم الواد عبد الكريم ده بيشرب بانجو يا باشا. مش قضيتي. يصحى بيشرب بانجو. امشي. اوكي. زنجة، انا مش هقدر اخدعك اكتر من كده. انا كنت بكتب عليكي. انت مين بالظبط؟ انا جوز الانسه زينة. الكهرباء قطع جوه ولا ايه؟ ده حته شريط يثبت الشعر. واضح ان الشريط ما عجبكش. مالك يا عم مكشف ليه؟ يا عم مين اتجوزك؟ يا عم خلاص بقى، يعني انت كنت هتتجوز رانيا علواني. سلطات بس ولا ايه؟ عازمين ارانب على الغدا. يعني هتتجوزينا عشان خاطر مصر بس؟ مع احترام لمصر طبعا، بس ما فيش سبب تاني؟ لا، اهو تبقى مصر نفعتنا بحاجه. اول مره شفنا احمد عيد في فيلم حلق حوش، كان قايم بدور فرد امن نايم طول الوقت، الجمهور حبه جدا. بعديها جه في همام في امستردام، واللي كتير ما يعرفوش ان احمد عيد صاحب كتير من الافيهات اللي قالها هنيدي في الفيلم ده. وفي فيلم ثقافي احمد عيد بقى نجم فعليا. يا ترى بطل الفيلم بيقبض كام؟ الافيه ده لوحده كفيل انه يقعد يضحكك. الجمله دي لوحدها عملت ترند قبل ما يكون في سوشيال ميديا اصلا. اغلب ادوار احمد عيد كانت افهاتها مرتجله جايه من عنده هو، وده يثبت ان الراجل مش ممثل، ده عنده حس كوميدي ووعي بالنص. احمد عيد ما حبس نفسه في الكوميديا بس، لا، ولا عمره خاف يجرب. ده اشتغل في شورت وفانيلا وكاب مع السقا وافريكانو، وفيلم اوعى وشك مع احمد رزق، وبعدها دخل في منطقه البطولات المطلقه. في ليله سقوط بغداد ورامي الاعتصامي شفنا احمد عيد الساخر السياسي اللي بيحط ايده على الجرح بس بيضحكنا. الله، امال احمد عيد مشكلته فين؟ مشكلته انه مش بتاع شلال، ما بيلفش حوالين المنتجين ولا بيهزر في برامج التوك شو. ده واحد بيدور على دور حلو يعمله، وفي الوسط الفني الكلام ده بيعتبر مشكله. كان ممكن يشتغل في مسلسل كرتوني باجر كويس جدا، لكنه رفض وقال لك الدور مش هيقدمني فنيا بشكل كويس، وده كلام فنان بجد. عموما احنا في انتظار احمد عيد في عودته المنتظره السنه دي، لانه بعد الحشاشين الجمهور بدا يسال هو فين احمد عيد، والحمد لله اهو راجع لنا السنه دي بفيلم الشيطان شاطر مع زينه وتاليف لؤي السيد واخراج عثمان ابو لبن، ودي اول مره من فتره طويله نشوفه في بطوله واضحه في فيلم جماهيري. في النهايه احمد عيد مش فنان كوميدي وبس، ده ممثل بيحب شغله وراجل ما بيجريش ورا الشو، وده في الزمان ده نادر. كلنا مستنيين الشيطان شاطر ومستنيين نشوف مين بقى اشطر، الشيطان ولا احمد عيد. لو بتحب احمد عيد او بتحب الناس اللي بتشتغل من قلبها دوس لايك ودوس سبسكرايب واستنى حلقه عن الفيلم، وساعتها سقراط اللي هيقولك الشيطان شاطر ولا احمد عيد اشطر.